بيبدأ الفيلم مع مجموعة من قوات الجيش الأمريكي في أفغانستان، وهم بيقوموا بمهمة للقبض على شخص اسمه جمال الدين. وبنعرف إن وكالة الاستخبارات الأمريكية بتصنفه كواحد من أكتر المرتزقة المطلوبين للعدالة، وبتتحرك القوات في اتجاه بيت جمال بهدوء علشان محدش يلاحظ وجودهم. وقتها واحد من الضباط اسمه كارب بيقدر يخلص على 2 من رجال الجمال من غير ما يستخدم المسدس علشان ما يعملش أي صوت. وبعدها بيوصلوا لبيت جمال وبيقتحموه، لكن مش بيلاقوا غير مجموعة من الستات والأطفال، فبيفضلوا يسألوهم عن مكان جمال بس محدش بيرد عليهم. وبيكتشف بنجامين قائد المجموعة إن في واحدة من الستات لفة حزام ناسف حوالين نفسها ومستعدة تفجر نفسها في أي لحظة، فبياخد منها جهاز التحكم وبيخرجها بره البيت بعيدا عن القوات كلها، وبيحذرها إنها لو ما اعترفتش بمكان جمال هينهي حياتها فورا. لكن هي بتفضل ساكتة ومش بترد عليه خالص، وبتقرر انها مش هتفقد حياتها على يد ضابط امريكي، فبتوصل القنابل اللي في الحزام الناسف بشكل يدوي وبتنفجر. وبعد سنتين من الحادثة دي بنشوف شخص اسمه جاك وهو في طريقه مع الأرنب بتاعه لمدينة كولومبوس على الحدود المكسيكية، وبنعرف إن هو رايح ينضم لشرطة المدينة، وإن هو كان ضابط في قسم الجرائم في ولاية نيو أوريانز. وبيوصل جاك لمركز الشرطة وبيقابل الكابتن ريمونا مأمورة المركز، وبتبدأ ريمونا تعرفه على زمايله، وبتبدأ ريمونا تشرح المهمة الجديدة للضباط، وبتعرفهم إن المباحث الفيدرالية بعتت لهم ملفات تخص تجار ممنوعات ومهربين ظهروا على الحدود المدينة في الفترة الأخيرة، وإن المعلومات اللي عندهم بتقول إن المهربين دول كانوا ضباط سابقين في الجيش، وبعد ما أنهوا خدمتهم اتجهوا لتهريب الممنوعات، وبتفهمهم إن هم مدربين على أعلى مستوى، وإن أي غلطة في التعامل معاهم هتقوم حرب شرسة بينهم والخسارة هتبقى كبيرة. وبتجتمع ريمون مع جاك على انفراد وبتعرفه على قواعد المدينة، وبتفهمه إنها ضمته لدورية حراسة الحدود، وإنه قدامه حاجة من الاتنين: يا إما يحافظ على النظام وينفذ القانون، أو يبقى فاسد ويساعد تجار الممنوعات مقابل الرشاوي. وفي الحالة دي هيواجه صعوبات كتيرة ويتعاقب بالسجن. وفي نهاية الكلام بتحذره ان هو ما يورطش نفسه في اي مشاكل مع اي حد من السكان، وانه لازم يتصرف بحكمة في اي موقف. ولما الاجتماع بيخلص بيروح جاك للمطعم علشان يتغدى، وهناك بيستهزأ بيه واحد اسمه جيد وبيسخر من الأرنب بتاعه. وساعتها جاك بيتعصب جدا وبيوجه له ضربات قوية، وفجأة بيهجم عليه مجموعة من أصحاب جيد علشان يضربوه، وبيقدر جاك انه يخلص عليهم واحد ورا التاني بكل سهولة. وبياخد الأرنب بتاعه وبيخرج من المطعم وبيروح على الفندق اللي هو هيقعد فيه. وتاني يوم بيروح جاك على مركز الشرطة، وقتها ريمون بتبقى متعصبة منه جدا بسبب اللي هو عمله امبارح في المطعم، خصوصا انها حذرته من التعامل بتهور مع اي حد من السكان، وبتتكلم معاه وبتعرفه ان الموضوع ده لو اتكرر مرة تانية هترجعه لشرطة المدينة اللي جاي منها. فبيعتذر لها جاك وبيوعدها ان هو هيتجنب المشاكل بعد كده. وبتعرفه ريمون على زميله باونل، وبتطلب منهم يتعاونوا مع بعض ويطبقوا القانون من غير اي مشاكل. وبيخرجوا هما الاتنين علشان يبدأوا شغلهم، وبيحاول باونل ان هو يتكلم مع جاك علشان يتعرف عليه اكتر، لكن جاك بيفضل ساكت ومش بيرد عليه ولا على اسئلته، لحد لما بيسألوا باونل عن سبب تربيته للأرنب. فبيعرفوا جاك ان الأرانب ما بتعملش صوت وعلشان كده هو بيربيها. وفي نهاية اليوم جاك بيوصل باونل لبيته وبيرجع هو للفندق. والصبح جاك بيروح شغله كالعادة، وبيبلغوا باونل ان في تبادل اطلاق نار بين الشرطة وبين مرتزقة على الحدود، وبيعرفوا ان هم طالبين دعم. فبيتحركوا فورا لمكان الاشتباك، وبيكتشف جاك ان المرتزقة بيحاولوا يعدوا الحدود، لكن هو بيقرر ياخد باونل ويروح المكان تاني من على خط الحدود. فبيستغرب باونل وبيسأل جاك عن السبب اللي هو بيعمله، فبيفهموا جاك ان المرتزقة اللي بيضربوا نار هناك دول كانوا بيحاولوا يشتتوا الشرطة عن حاجة تانية، والحاجة دي أكيد أكبر من اللي هم بيعملوه. وفعلا لما بيوصلوا بيشوفوا مجموعة كبيرة من المرتزقة وهم بيهربوا ممنوعات في المكان اللي هم راحوا له. وبيقدر باونل إن هو يقبض على واحد منهم، وبيقبض جاك على واحد تاني، لكن لما بيفتشوا بيتفاجئ إن في حزام ناسف ملفوف حوالين جسمه. فبيطلبوا خبير متفجرات، وبيوصل الخبير للمكان، ولما بيحاول يفك القنبلة بيكتشفوا إنها معمولة بدقة عالية جدا لدرجة إن هو بيفشل يفكها تنفجر القنبلة في المجرم، وبيتصاب الخبير هو كمان. وفي نفس الوقت ده بنشوف المهربين وهم بيراقبوا الوضع من بعيد، وهنا بنكتشف ان هم نفس الضباط بنجامين وكارب وباقي المجموعة بتاعتهم. وبعدها بيروح بنجامين لقصر ماركوس ده بيكون زعيم العصابة اللي شغالين لحسابها، وبيعرفوا ان هو رتب له ميعاد مع بينيتو زعيم المافيا المنافس ليه.
بعد ما بينيتو بنفسه طلب ان هو يقابله، وفعلا بيتحركوا بالعربيات لحد لما بيوصلوا للمكان المتحدد، وهناك بينيتو بيتكلم مع ماركوس وبيفهمه ان هم بقالهم فترة طويلة في حروب مع بعض، وإن عدد الرجالة اللي فقد حياتهم كبير جدا، وده السبب اللي خلاه يطلب يقابله. وبيعرض عليه بنيتو إن هم يقسموا الحدود بينهم بالنص علشان الخلافات اللي بينهم تنتهي ويفتحوا صفحة جديدة مع بعض. فبيوافق ماركوس على عرضه، لكن فجأة رجالة ماركوس بيغدروا ببنيتو ورجالته وبيطلقوا غاز سام في المكان اللي هم فيه، وبيلبسوا هم أقنعة أكسجين علشان ما يتأثروش بالغاز. وبعد لحظات بيخلصوا على بنيتو ورجالته، وساعتها بنجامين بيغدر بماركوس وبيخلع القناع من على وشه علشان يتخلص منه. وفي نفس الوقت ده كارب كان بيهاجم باقي رجالة بنيتو عند العربيات، وبيقدر ان هو يخلص عليهم كلهم، وبكده بنجامين وعصابته بقوا هم اللي مسيطرين على تجارة الممنوعات بعد ما تخلصوا من ماركوس وبنيتو. وفي مركز الشرطة بيجي عامل من المباحث الفيدرالية عشان يشرح للضباط طرق تجار الممنوعات في التهريب، وبيفهمهم ان حدود المدينة دي تحديدا بيعدي من خلالها حوالي 50,000 مهاجر غير شرعي كل سنة، وان تجار الممنوعات لو استغلوا 10% بس منهم هتحصل كارثة على المدينة، وده لان المهاجر الواحد بيشيل معاه كيلو من الممنوعات. لكن المشكلة الأكبر إن العصابات بتلف حوالين المهاجرين حزام ناسف، وده معناه إن المهمة هتبقى صعبة جدا لأنهم مجبرين يراقبوا كل شخص بيعبر الحدود ويفتشوه. وبيأكد عليهم إن فرق تفكيك القنابل لازم تكون جاهزة طول الوقت. وبيكمل العميل الفيدرالي كلامه وبيعرفهم ان هم بعد ما كشفوا على الحزام اللي فيه القنبله اكتشفوا ان هو مستحيل ينفجر الا باستخدام جهاز تحكم، وبيطلب منهم ان هم ياخدوا حذرهم. وبتتكلم رومانا مع الفريق وبتفهمهم ان المعلومات اللي عندهم بتقول ان قائد المهربين هو ضابط سابق اسمه بنجامين، وان مكتوب في التقرير بتاعه ان حياته انتهت اثناء خدمته في افغانستان. لكن الشرطه لاحظت ظهوره مع واحد من تجار الممنوعات اسمه الشيخ همام، ومن وقتها هو اتحول من ضابط لتاجر ممنوعات. وساعتها باونل بيتكلم وبيسألهم لو كانت الحكومة هتدعمهم بقوات من الجيش أو معدات حديثة ولا لأ. فبيرد عليه العميل الفيدرالي وبيعرفوا إن الدولة في الوقت الحالي مشغولة بالانتخابات، وإنهم مضطرين يواجهوا تجار الممنوعات والمهربين لوحدهم من غير أي دعم. وبعد الاجتماع بانويل بيتكلم مع جاك، وفي نفس اللحظة دي بيهجم مجرم على واحد من الضباط وبياخد منه المسدس بتاعه وبيوجهه لراس بانويل. فبيهجم جاك عليه بسرعة وبينقذ بانويل في الوقت المناسب. وفي الطريق بانويل بيشكر جاك جدا لأنه أنقذ حياته. وأثناء كلامهم جاك بيشوف اتنين من المجرمين بيحاولوا يسرقوا شخص في الشارع، فبينزل من العربية وبيطاردهم، وفعلا بيقدر يقبض على واحد منهم بس التاني بيهرب منه. وقتها المجرم اللي مسكه بيعرض عليه رشوة علشان يسيبه، وبيرفض جاك وبيحط الكلبشات في ايده. وفي نفس اللحظة دي بيرجع المجرم اللي هرب وبيحاول ان هو ينهي حياة جاك، لكن جاك بردة فعل سريعة جدا بيصوب المسدس ناحيته وبيخلص عليه. وفجأة المجرم التاني بيطلع السلاح بتاعه علشان يتخلص من جاك، وساعتها جاك بينهي حياته هو كمان. وبعد شوية بتوصل ريمونا وهي متضايقة من تصرفات جاك وبتتكلم معاه وبتفهمه ان سكان المدينة كلهم ما يكملوش 1000 فرد، وان اي شخص منهم حياته بتنتهي بيتسبب في مشكلة كبيرة. وفي الوقت ده بيوصل عمدة المدينة وبيهني جاك على التصرف البطولي اللي عمله، وبيدعوه لحفلة إعادة الانتخابات بتاعته في مركز المدينة، وده لأنه شايف إن هو ممكن يستفاد من ضابط قوي زي جاك علشان يحسس سكان المدينة بالأمان وينتخبوه مرة تانية. وفي نفس اليوم بنجامين بيتكلم مع كارب وبيسأله عن الضابط اللي خلص على 2 من رجالتهم، وبيعرفوا كارب ان هو ضابط جديد اسمه جاك لسه منضم لشرطة المدينة جديد. فبيطلب منه بنجامين ان هو يرشيه زي بقية الضباط علشان يسهل تجارتهم، لكن كارب بيعرفه انه فعلا رجالتهم عرضوا عليه رشوة بس هو رفض. وفي المطعم بيروح جيد يعتذر لجاك على اللي حصل اخر مرة، وبيقبل جاك اعتذاره وبتعزمه ليكسا صاحبة المطعم على طلبات بسبب ان هو اتصدى للمجرمين في المدينة على عكس اللي بيحصل دايما من الشرطة. وفي نفس الوقت ده في المكسيك وتحديدا في المقر بتاع بنجامين العصابة بتحضر شحنة ممنوعات كبيرة علشان يهربوها، وبيتكلم كارب مع بنجامين وبيعرفوا ان تم تجهيز شحنة الممنوعات بشكل احترافي جدا علشان كلاب الشرطة ما تقدرش توصل لها، وان هو هيهربها في عجل اتوبيس. فبيسألوا بنجامين هم هيتصرفوا ازاي لو الشرطة اشتبكت معاهم، وبيعرفوا كارب ان هو دعم الاتوبيس بدروع مضادات للرصاص ومستحيل اي رصاصة تخترقها. فبيطمن بنجامين وبيسأله عن خطة التهريب، وبيشرح له كارب ان هم ينقلوا مجموعة من رهبان الكنيسة في الاتوبيس وهيتخفوا وسطهم، وبعدها هيتجهوا للمعبر على الحدود على اساس ان هم في رحلة دينية للكنيسة اللي في مدينة كولومبوس. وفعلا تاني يوم الصبح بيجهزوا الاتوبيس وبيتجهوا للمعبر،
وهناك بيطلع ضابط علشان يتأكد من جوازات السفر بتاعة الركاب، لكن بيلاحظ وشم على ايد واحد من العصابة فبيشك ان هو مش راهب، وبينزل يبلغ المسؤولين عن الاتوبيس. وساعتها كارب بيلاحظ وبيأمر رجالته ان هم يقفلوا الاتوبيس ويتحركوا بيه، وبتطلع العصابة الأسلحة اللي كانوا مخبيينها وبيشتبكوا مع الشرطة، وبيقدروا ان هم يتخلصوا من مجموعة كبيرة منهم ويهربوا. وقتها المركز بيبلغ جميع الوحدات علشان يحاصروا الطريق اللي العصابة تمشي فيه، وبيتحرك جاك وبانويل على هناك على طول. ولما جاك بيشوف العصابة بيروح فوق الجسر وبيضرب عليهم نار، وبينجح في ان هو يصيب واحد منهم، لكن العصابة بتكتشف ان الطريق مقفول فبيضطروا ان هم يلفوا ويرجعوا للمكسيك تاني. وبيتكلم بانويل مع جاك وبيعرفوا ان هم مش هينفعوا يعدوا الحدود والا هيتعرضوا لمشكلة كبيرة لأن حكومتهم ملهاش سلطة هناك. فبيصمم جاك إن هو يروح ورا العصابة ويقبض عليهم، وفعلا جاك بيعدي الحدود وبيفضل يطارد الأتوبيس بتاع العصابة هو والشرطة المكسيكية لحد لما بيدخلوا السوق. وساعتها الأتوبيس بيعمل حادثة فبيخرج بنجامين وكارب وبيبعدوا عن الأتوبيس، وباقي العصابة بتشتبك هي مع الشرطة. وبيقتحم جاك الأتوبيس وبيخلص على أفراد العصابة واحد ورا التاني. وبيشوف بنجامين وكارب وهما بيتكلموا مع مأمور الشرطة المكسيكي، وهنا بنعرف إن المأمور فاسد وبيسهل ليهم تجارة الممنوعات. وفجأة في شخص بيضرب جاك على راسه وبيخليه يفقد الوعي، ولما بيفوق بيلاقي نفسه قدام المأمور المكسيكي. وبعدها المأمور بياخده للسجن وبيعرفه ان هو على أرض المكسيك، وده معناه ان هو ملوش اي سلطة هنا، وان هو بالنسبة له مجرد مهاجر غير شرعي وهيطبق عليه القانون. وبيؤمر رجالته بان هم ياخدوه لحلبة القتال. وبيتفاجئ جاك ان المأمور عامل حلبة قتال في السجن وبيجمع رهانات من قتال المساجين. وبيدخل جاك في قتال مع واحد من المساجين، وبيراهن المأمور هو والضابط ان المسجون هيكسب جاك، وبيبدأ القتال بينهم هما الاتنين. وبيبان ان المسجون قوي جدا، لكن جاك بيقدر يقضي عليه ويكسر له دراعه. فبيتعصب المأمور لأن هو خسر فلوسه. وساعتها بنجامين بيكون متضايق جدا بسبب شحنة الممنوعات اللي اتمسكت، وبيتكلم مع كارب وبيفهمه ان هم خسروا 35 مليون دولار، وبيأمره ان هو يجيب له جاك في اسرع وقت. وفي مركز الشرطة ريمونا تتكلم مع العميل الفيدرالي وبتبلغه ان بانويل وجاك اختفوا اثناء مطاردتهم للعصابة في المكسيك، وبتطلب مساعدته علشان يوصلوا لهم قبل ما يحصل لهم اي حاجة. وبعدها بيتوجهوا لساحة المدينة وبيحضروا جنازة الضباط اللي حياتهم انتهت أثناء الاشتباك. وهناك العمدة بيتكلم مع ريمونا وبيطلب منها إنها تلاقي جاك وترجعه في أسرع وقت، وده لأن ميعاد الانتخابات قرب وهو عايز يستغل شهرته في جمع الأصوات. وبعد الجنازة بتيجي مكالمة لريمونا من ضابط اسمه إيميل، وبيعرفها إن جاك موجود في مدينة لاس بالماس في المكسيك، وبيقول لها على العنوان. فبتتحرك ريمونا بسرعة على العنوان، وفي الوقت ده بنشوف جاك وهو متعلق من رجليه فوق بسيم متكهرب في بيت بنجامين. وبنعرف إن مأمور الشرطة هو اللي سلمه للعصابة. وبيتكلم بنجامين مع جاك وبيفهمه ان هو مش مصدق ان شخص بالقوة دي والذكاء ده يبقى مجرد ضابط في دورية حراسة حدود، وبيطلب منه يعترف بحقيقة وجوده في المدينة ولا هيرميه في البسين ويخلص عليه. لكن جاك بيعرفه ان هو كان ضابط في شرطة نيو اورليانز وانتقل لمدينة كولومبوس بعد الاعصار اللي دمر بيت. فبيتهموا بنجامين ان هو بيكذب، وبيفهمه ان هو هيخليه يقول الحقيقة بالقوة. وفجأة بيدخل بانويل ومعاه ريمونا بعد ما خدعها وخلاها تيجي لحد القصر. وهنا بنعرف ان هو طول الفترة اللي فاتت كان بيشتغل لحساب رئيس العصابة. وقتها بنجامين بيصوب المسدس بتاعه على راس ريمونا وبيحذر جاك بان هو هيخلص عليه لو ما قالش الحقيقه. فبيضطر جاك انه يعترف بكل حاجه، وبيعرفوا ان هو كان عايش مع مراته وبنته في نيو اورليانز، لكن في يوم من الايام بنته شربت ممنوعات اللي هو بيهربها وحياتها انتهت. ومن يومها هو قرر ينتقل للمدينه وياخد حقها من تجار الممنوعات كلهم. وهنا بنعرف ان الارنب اللي جاك بياخده معاه في كل مكان كان بتاع بنته. وساعتها بنجامين بيأمر رجالته بان هم يستدعوا الضابط ايميلي، ولما ايميلي بيجي بيعتذر لريمونا وبيفهمها انهم خلوه يكلمها بالقوه. وفجأة بنجامين بيرمي ايميلي في البسين وبيخلص عليه، وبيأمر باونل واحد من رجالته بان هم يحتجزوا جاك وريمونا في القبو بتاع القصر. وبيروح بنجامين يتكلم مع التاجر اللي بياخد منه ممنوعات وبيعرفوا ان هم متضايقين جدا بسبب شحنة الممنوعات اللي الشرطة مسكتها، لكن بنجامين بيطمنه وبيوعده بان هو هيرجعها، وبيطلب منه ان هو يتكلم مع الشيخ همام علشان يشرح له الوضع. فبيرفض وبيقفل المكالمة معاه. وبعدها بنجامين بيتأكد من حساباته البنكية وبيكتشف ان هم وقف كل الحسابات. فبيتعصب وبيتكلم مع كارب وبيعرفوا ان هم سحبوا كل فلوسهم وانهم ما بقاش عندهم غير البضاعة اللي في المخزن، وبيأكد عليه ان هم لازم يدافعوا عنها وينقلوها بعيد عن الشرطة. وفي نفس الوقت ده جاك بيفضل يستفز بانويل لحد لما بيتضايق وبيضربه. وبتستغل ريمونا انشغال بانويل مع جاك
وبتضرب الشخص اللي ماسكها وبتاخد منه المسدس، وساعتها بتقضي عليهم هما الاتنين وبتفك ايديها وبتحرر جاك، وبتتصل بمركز الشرطة وبتطلب منهم دعم في أسرع وقت. لكن الضابط بيفهمها إن القوات مش هتقدر تدخل المكسيك، وبتبلغوا ريمونا ان هم عندهم فرصة للقبض على بنجامين وعصابته، وانهم لازم يتصرفوا باي شكل ويعدوا الحدود. وبيتصل المأمور ببنجامين وبيعرفه ان هو جات له تعليمات من الحكومة الامريكية بالقبض عليه هو ورجالته، وان هو قرب يوصل لبيته هو والشرطة الامريكية، وبيطلب منه ان هم يهربوا بسرعة قبل ما يوصلوا له. وساعتها جاك وريمونا كانوا بيشتبكوا مع واحد من العصابة، وبتخرج ريمونا من القصر علشان تدور على مخرج يهربوا منه، لكن بتشوف كارب وهو بيحمل الممنوعات على العربية، فبتروح ناحية الجراج وبتسرق منه عربية علشان يهربوا بيها. بس بتتفاجئ ان واحد من العصابة كان نايم في العربية، فبتسوق بأقصى سرعة وبتخبط في الحيطة علشان تخلص عليه وبتنجح في كده، لكن هي كمان بتفقد الوعي بسبب الخبطة. وبيقدر جاك ان هو يخلص على مجموعة من العصابة في ساحة القصر، ولما بيخرج بره بيشوف بقية العصابة وهم بيحملوا الممنوعات على العربية. وقتها بتوصل قوات الشرطة وبيشتبكوا مع العصابة، فبيجي جاك من وراهم وبيخلص عليهم واحد ورا التاني، وبيبقى مش فاضل غير بنجامين وكارب. وبيدخل جاك للقصر علشان يدور عليهم، وفجأة بيظهر كارب وبيشتبكوا مع بعض، وبيفتح كارب قنبلة وبيرميها على جاك، بس جاك بيقدر يهرب منها قبل ما تنفجر بلحظات، وبيتأثر من شدة الانفجار وبيقع على الأرض. وبيستغل كارب اللي حصل وبيروح له وبيكون عايز يتخلص منه بآلة حادة، لكن جاك بيتصدى لضرباته القوية، وبيفضل كارب يضربه لحد لما بيفقد التوازن. وبرغم ان جاك مش شايف كويس، لكن بيقدر يقف على رجليه مرة تانية، وبيضرب كارب ضربة قوية بتوقعه على الأرض، وبيفضل يضرب فيه لحد لما بيخلص عليه تماما. وفجأة بيلاقي بنجامين واقف قدامه وموجه المسدس بتاعه ناحيته، فبيفاجئه جاك وبيرمي عليه قنبلة صغيرة لقاها في القصر، وبيفجرها بجهاز تحكم وبينهي حياته. وبكده بيكون جاك قدر يخلص على العصابة كلها. وتاني يوم الصبح بيطمن جاك على ريمونا، واثناء كلامهم بيجي المأمور الشرطة المكسيكية وبيشكره ان هو خلص المدينة من تجار الممنوعات، بس في الحقيقة هو بيكون متضايق جدا لانه كان بياخد منهم رشوة كبيرة. وبيقرر جاك انه يرجع لنيو اورleans مرة تانية بعد لما رجع حق بنته. ولحد هنا انتهى فيلمنا، ويا رب يكون عجبكم. ولو حابب تشاركنا رأيك في الكومنتات يا ريت تعمل كده، وما تنساش تشترك وتفعل الجرس. سلام.